لما نسمع كلمة فراعنة بنفتكر التماثيل الضخمة والأهرامات والتحنيط، بس ورا الحضارة دي أسرار غريبة جدا. حاجات لو سمعتها هتقول معقول هما كانوا بيعملوا كده؟ طب اتعلموا فين؟ وازاي الحاجات دي بيعملوها؟ ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، وتعالوا نعرف الحكاية. كان في ولد صغير اسمه زياد بيحب يشوف صور الفراعنة، وفي يوم سأل أبوه هو الفراعنة كانوا عايشين ازاي، بياكلوا ايه، وبيتكلموا ازاي؟ رد عليه أبوه وقال الفراعنة كانوا أغرب وأذكى من اللي تتصوروا. اسمع وشوف بنفسك. الفراعنة كانوا بيكتبوا على ورق من نبات، نعم ورق البردي اللي كانوا بيكتبوا عليه مش ورق حقيقي، ده معمول من نبات اسمه البردي، بينبت جنب النيل. الملكة كانت بتحط دهن تمساح على بشرتها، كانوا بيعتبروه دهن التمساح ده كريم ترطيب فاخر للبشرة. والفراعنة كمان كانوا بيخترعوا معجون أسنان، بس كان طعمه مر جدا، معمول من رماد وحجر مطحون ونباتات. وكمان أول دكتور في العالم كان مصري اسمه أمحتب، وكان كاهن وطبيب ومهندس كمان، وكان بيعالج الناس من آلاف السنين. وكمان الفراعنة كانوا بيحلقوا شعر جسمهم كله للنظافة والوقاية من الحشرات، وكانوا بيلبسوا شعر مستعار بدل الحقيقي اللي هي الباروكة يعني. ولو وصلتوا لحد هنا فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك وكومنت جميل منكم في الصلاة على الحبيب. وعايزة أقول لكم إن حضارة الفراعنة مش بس تماثيل وأهرامات، دي حياة متكاملة فيها علم وجمال ونظافة وابتكار، وده دليل على إنهم سبقوا زمانهم بآلاف السنين. وفي النهاية لما تمشي على أرض مصر اوعى تنسى إنك ماشي فوق تاريخ أغرب وأعظم من الخيال. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.